جربوا بقى الفكرة الرهيبة دي وادعوا لي، وكمان من غير فرن. أول حاجة كده معايا طبق بالشكل ده عليه مصفى، هنبدأ ندخل الدقيق مع بعض. هستخدم النهاردة كده معاكم 3 أكواب ونص من الدقيق. هندخلهم معانا بالشكل ده، عليهم رشة من الملح، عليهم معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، معلقتين كبار من الزيت، وهستخدم كده معاكم كوباية ونص من المية. ضفت كده أول كوباية معايا وخليت نص كوباية على جنب، وهبدأ أعجن. هضيف المية بالتدريج على حسب العجينة ما تاخد معايا. العجينة بدأت تتلم معايا تمام بالشكل ده، احتاجت بس كده معايا معلقة من المية، فهبدأ أزود. احتجت كده حوالي كوبايه وربع بالظبط. طبعا انت بتكوني مسيطره على العجين، فبتضيف الميه بالتدريج. اول ما العجينه تبدا تتلم معاكي بالشكل ده تبداي تخدميها. نخدم العجينه يعني العجينه كده لمده 10 دقائق، بحيث يكون ملمسها ناعم زي ما هتشوفوا دلوقتي كده معايا. شايفين ملمس العجينه عامل ازاي؟ ده معناه ان العجينه اتخدمت معايا كويس قوي قوي. العجينه ملمسها ناعم وحلو قوي قوي. احساس العجين يا جماعه بجد رهيب. جربوا كده تعجنوا كده في البيت وتعملوا الحاجه بايديكم، بجد بتكون حاجه حلوه قوي قوي وبتفرح الاولاد. على الوش كده رشه زيت، ونسيب العجينه بتاعتنا ترتاح. طبعا العجينه بتاعتنا مفيش فيها خميره ولا اي حاجه، بس لازم نسيبها ترتاح قبل ما نبدا نفردها عشان تتفرد معانا سهل جدا. ده كده بعد ما سبتها حوالي كده نص ساعه، ما شاء الله مرتاحه وحلوه قوي قوي. تعرفي عجينتك بقى ان هي مخدومه صح ازاي؟ هتلاقيها كده مطاطيه وحلوه جدا. شايفين بقى المطه بتاع العجينه الله اكبر تحفه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقسم العجينه دي كده على قطعتين واسيبها ترتاح تاني 10 دقايق على ما اجهز الحشوه بتاعتي. الحشوه سهله وبسيطه جدا جدا. معايا دلوقتي كده معلقه كده من السمنه البلدي، معلقه كبيره. هضيف دلوقتي كده عليها بصلايه كبيره او بصلتين كبار على حسب ما انت عايزه براحتك خالص. وهبدا اشوح البصله دي بحيث تاخد معايا اللون الاصفر الخفيف. واوريكم دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي. اول ما تتحمر معايا تمام، هبدا كده اضيف ليها على طول. هضيف اللحمه بالشكل ده. طبعا استخدمت زي ما انتم شايفين كده حوالي نص كيلو من اللحمه، لكن الوصفه خدت معايا ربع كيلو بالظبط. انا كنت بعمل نص كيلو من اللحمه لان انا بعمل النهارده وصفتين، فربع كيلو كده اخدته للوصفه دي وربع كيلو عملته في وصفه تانية. تخيلوا ما شاء الله، بربع كيلو من اللحمه وكوبايتين من الدقيق هنعمل 12 فطيره طعمهم بجد خيال. هيعجبوكم جدا جدا وهيعجبوا الاولاد. عايزه اقول لكم اولادي انبهروا بيها، طعمها بجد حلو جدا جدا. كده خلاص انا شوحت اللحمه بتاعتي تمام. هضيف دلوقتي كده ليها فلفل حامي وبارد. اولا بيزود الكميه وقيمه غذائيه عاليه وبيديلها طعم حلو قوي قوي. وهضيف بعد كده البهارات على طول. البهارات اللي احنا هنضيفها، انا هضيف كده معايا ملح، فلفل اسود، وهضيف كده معايا 7 بهارات، مش اكتر من كده. حتى بضيف حوالي كده ربع معلقه صغيره. ممكن تضيفي رشه جوز الطيب لو انت عايزه براحتك خالص، مش اكتر من كده. هضيف دلوقتي كده عليها البهارات، معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود، وهضيف كده بهارات لحمه. هضيف كده برده حوالي ربع معلقه صغيره، والملح. وكده اللحمه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. هنشوف بقى العجينه بتاعتنا، هتلاقيها ارتاحت معانا. هنبدا نشتغل فيها بكل سهوله، سهله وبسيطه جدا جدا، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. وكمان هنسويها في الطاسه، يعني كمان مش هنحتاج ان احنا نسويها في فرن ولا اي حاجه. عايزه اسويها في فرن براحتك خالص، لكن انا سويتها في الطاسه ما خدتش معايا وقت نهائي. وده كده شكل العجين. هاخد كده اول قطعه معايا، احط كده رشه زيت على الرخامه، ومسيحها زي ما انتم شايفين كده زبده. وهبدا كده اجيب اول قطعه معايا وابدا افردها. هتلاحظوا العجينه بتتفرد معانا سهل قوي قوي، لان العجينه بتاعتنا ارتاحت بما فيه الكفايه. فهتفرديها سهل جدا. زي ما قلت لكم احنا هنعملها كده على قطعتين، كل قطعه منهم هتعمل معانا 6 فطاير. هنبدا نفرد العجينه بتاعتنا على شكل مستطيل بالشكل ده، زي ما انتم شايفين كده معايا تمام. كده خلاص العجينه بتاعتي فردتها، وهبدا اجيب الزبده وندهن بقى الفطيره بتاعتنا كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. كل حته لازم نحط فيها زبده كويس قوي لحد ما ندهنها كلها. وبعد ما ادهنها هبدا دلوقتي اطبقها معاكم ونشوف هنطبقها كده مع بعض ازاي. بنبدا بقى نطبق العجينه بتاعتنا بالشكل ده. بجيبها كده على النص تمام. الطريقه سهله جدا يا جماعه، والله ما هتاخد معاكم اي وقت خالص. مش محتاجين ان احنا نرق العجين زياده عن اللازم، لا زي ما انتم شايفين كده احنا يا دوب بنفرد العجينه بتاعتنا وبندهن زبده بين كل طبقه والتانيه. ودي مرحله مهمه قوي قوي. كل طبقه تدهني كده رشه من الزبده خفيفه قوي بايديكي عشان تبقى مورقه وحلوه جدا. وبعد كده ببدا اتنيها زي ما انتم شايفين كده. بنطبقها كده 3 طبقات، وبين كل طبقه والتانيه بدي كده مسحه كده بايديا بالسمنه. وكده خلاص هي جاهزه معايا تمام. كل اللي هعمله ان انا هسيبها ترتاح عشان افردها للمره الاخيره. بس طبعا لازم اسيبها ترتاح براحتها خالص، مثلا ربع ساعه نص ساعه. كل ما تسيبيها ترتاح كل ما تتفرد معاكي سهل جدا. كل اللي هعمله ان انا هغطيها دلوقتي بكيس وادخلها معايا التلاجة، لان طبعا الجو حر، فالسمنه دي ممكن تسيح او الزبده دي ممكن تطلع منها. فاحنا عشان نضمن ان الزبده ما تخرجش منها فبندخلها معانا التلاجة نص ساعه اقل حاجه. وده كده شكلها بعد ما عدى عليها نص ساعه في التلاجة. شايفين؟ عايزه اقول لكم انت لو سايباها بره ترتاح هتلاقي الزبده خرجت منها وبهدلت الدنيا، وكمان هتسيح منك. لكن كده ما شاء الله متماسكه وطالعه حلوه قوي قوي. انا فردتها بايديا ما شاء الله عشان هي مرتاحه، اتفردت معايا سهل جدا. جبت بقى النشابه عشان اكمل فرد كده وارقها على قد ما اقدر. كل ما ترققيها كل ما تطلع معاكي هشه وتطلع معاكي جميله ومورقه وحلوه قوي قوي. بفردها كده على شكل مستطيل. وبعد ما افردها هبدا اقسمها دلوقتي كده على 6 قطع، وكل قطعه نحط كده فيها اللحمه اللي احنا عصجناها مع بعض. وعايزه اقول لكم هتاكلوا احلى فطاير بجد، ما شاء الله تحفه فعلا.
طبعا واحنا بنفرد في العجينه بتاعتنا نخلي بالنا ايدينا تكون حنينه كده على العجينه عشان ما يتقطعش معانا، لان احنا طبعا بنرقق العجينه على قد ما بنقدر، فتكوني حريصه في النقطه دي عشان ما تتقطعش معاكي الفطيره. فانا كده خلاص عشان ما اطولش عليكم هفردها كويس جدا. هتلاحظوا ان انا ما انفصلتش الكاميرا خالص عشان اوريكم كل المراحل قدام عينيكم. كده خلاص العجينه اتفردت معايا تمام. هبدا اقطعها معايا بالشكل ده زي ما قلت لكم، هقسمها كده على جزئين، وبعد كده كل جزء هقسمه على 3. هيطلع معانا كده بالظبط 6 فطاير زي ما قلت لكم. كل قطعه عجين هتعمل معانا كده 6 فطاير. كده خلاص قسمتهم معايا تمام. هبدا دلوقتي كده احط عليهم الحشو على طول. شايفين العجينه رقيقه ازاي؟ ما شاء الله حلوه قوي قوي. هنبدا بقى نحط اللحمه المعصجه بتاعتنا تمام. هنحط كده في كل واحده مثلا معلقه كبيره او معلقتين على حسب بقى الرغبه، على حسب العجينه ما تاخد معاكي. وانا هضيف كده اختياري على الوش جبنه موتزاريلا، ودي اختياري يا جماعه ان ممكن تستغنوا عنها خالص. انا بحطها عشان اولادي بيحبوها، لكن انا عن نفسي عملت ليا 2 من غير جبنه خالص، لان انا ما بحبش الصراحه فيها الجبنه. انا بكتفي كده بطعم اللحمه مع الفطير، بصراحه كان تحفه. وهنبدا نقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. بنقفلها كده على جوه كويس قوي. ما شاء الله سهله وبسيطه جدا ما تاخدش معاكي اي وقت خالص. وممكن بعد ما تقفلي تاخدي تسوي على النار على طول. هتشوفوا دلوقتي هنسويها مع بعض. قفلت كده اول واحده معايا بالشكل ده، وخلي بالكم لو في حتت مفتحه زي ما انتم شايفين كده يعني رقيقه قوي، ما تقلقوش خالص. لما بتحطيها على النار بتبدا تتماسك، مفيش اي مشكله. كده خلاص انا ببدا المها بالشكل ده. شايفين بقى السهوله والبساطه؟ 6 فطاير ما شاء الله تحفه. والقطعه الثانيه هعملها بنفس الطريقه. انا طبعا عشان ما اطولش عليكم هسوي الكميه دي كده قدامكم، وانا هكمل الباقي مع نفسي واوريكم الشكل النهائي عامل ازاي. بس حبيت اوريكم كده وانا بقفل ان هي بتتقفل سهل قوي. ما شاء الله مورقه وطالعه تحفه يا جماعه. بالنسبه بقى للناس اللي بتحب الجبنه الموتزاريلا خصوصا اولادنا، الجبنه بقى بتطلع سايحه، وعايزه اقول لكم خطيره حلوه قوي قوي. ان شاء الله هتجربوها، انا متاكده تعجبكم. اتمنى فعلا تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات، يهمني جدا جدا. كده خلاص انا هقفل باقي الكميه بنفس الطريقه ونبدا نسويها مع بعض. معايا دلوقتي كده على النار حوالي كده 3 أو 4 معالق كبار من الزيت، وهنبدا نسويها. لو انت عايزاها من غير زيت على فكره تنفع. لو هتستخدمي طاسه تيفال حطيها من غير زيت، لان هي فيها طبعا الزبده وهتتحمر برده معاكي حلوه قوي قوي. طبعا انا بقول لكم النقطه دي عشان في ناس كتيره جدا ما بتحبش الزيوت ولا الدهون، فانت عادي ممكن تحطيها من غير زيت خالص، هتتحمر معاكي زي الفل. طب ينفع نسويها في الفرن؟ طبعا يا جماعه ينفع نسويها في الفرن، بس تسويه الطاسه بتخلي الحاجه تطلع طريه وحلوه جدا، وما بتاخدش معاكي وقت خالص في التسويه على البوتاجاز. مش محتاجه ان انت تولعي الفرن، وكمان الجو حر. طيب الناس اللي عندها القلايه الهوائيه وعايزه تسويها فيها، سويها فيها مفيش مشكله خالص. هتدي لها برده كده رشه من الزيت بالبخاخه كده، هتدي لها بخه من الزيت وهتطلع معاكي جميله جدا جدا. شايفين شكلها يا جماعه عامله ازاي؟ الله اكبر تحفه. طالعاها كده بقى على مناديل مطبخ او على مصفى عشان تصفي كل الزيت اللي فيها. بجد جميله قوي قوي، مش عايزه جنبيها غير مخلل، وبجد بالف هنا وشفا على قلوبكم. كانت تحفه. احنا عن نفسنا كده كل واحد كده خد له 2، بجد كانت جميله. الواحد كان عايز يعمل تاني كمان والله. ان شاء الله تجربوها، انا متاكده تعجبكم. ولو انتوا عيله كبيره زودوا الكميه وضعفوها بنص كيلو من اللحمه و6 اكواب من الدقيق او 7 اكواب من الدقيق، هتعملوا كميه حلوه قوي قوي. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير.